يا أخي سبحان الله، في آية كده ربنا سبحانه وتعالى نزلها علينا وليها عبرة ورسالة مهمة جدا. في قول كتاب الله العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سبحان الله، الآية دي يعني بعد الماتش ده بالذات أنا حطيتها مقولة. ليه؟ هتقولي اللعيبة؟ لا أبدا، مش اللعيبة بس، اللعيبة بمدرب بمجلس إدارة، لكن الأكتر مجلس الإدارة. ليه؟ مجلس الإدارة اللي كان بيلعب؟ لا، ما أنا هفهمك على حاجة، هفهمك على مجلس الإدارة والسنة دي عمل إيه وعمل إيه في كأس العالم للأندية اللي إحنا دخلناها آخر مرة. لما انت مشينا كولر عشان مش عاجبنا اداؤه، ورغم ان هو جاب لك 2 كاف تشامبيونز ليج، دوري ابطال افريقيا والدوري المصري مره ولا مرتين، وكاس مصر والسوبر المصري، واخد لك برونزيه من كاس العالم للانديه. بص، مظبط لك الدنيا، ده بقى اللي تمشيه. لكن لا مؤاخذه بقى تجيب مدرب اسمه ريبيرو مالوش شخصيه، تمشيه عشان كاس العالم للانديه عشان عمل نتائج سلبيه وخسر قدام بيراميدز 2-0، مشيته. تجيب تورب تدفع فيه اكتر من 350 مليون جنيه ويعمل لك اداء عك واداء زفت خالص. يعني بص ازاي اداء، مفيش اداء، لعيبه مفيش، الدنيا كلها بايظه، باظت اكتر مما الاول. يروح بقى يخسر قدام بيراميدز 3-0. هل تعرف تمشيه قانونا؟ لا، ما تقدرش تمشيه. عايز تمشيه ادفع له يا حبيبي الشرط الجزائي، لانه مكتوب في العقد شرط انه لازم يدفع له عقد الشرط الجزائي كله بالكامل بتاعه، اللي مقدر اكتر من 70 مليون ولا 100 مليون جنيه. شوف بقى انت تدفع قد ايه. واداره النادي الاهلي البخيله مش عايزه تمشيه، يقول لك عشان نخليه يكمله. يعني انت كده هتخليه يكمل؟ لا، وحط عندك في البند ده كمان تورب مش هيمشي في الموسم، يعني مش هيمشي في نهايه الموسم ده، لا، ده لسه كمان هيكمل الموسم اللي جاي، لانه في بند في شرط العقد ان هو لو في الموسم اللي جاي لعب ماتش واحد او ماتشين على الاقل يقدر يمشي. نقدر نمشيه بدون بقى شرط جزائي تراضي بالكلام ده. اداره النادي الاهلي لما توافق على بنود وعلى حاجات غريبه، بتوافق على حاجات غريبه وشروط غريبه. اتعرض عليك ملايين مدربين وبأعلى مستوى وبأعلى كواليتي، برونولاج، اتعرض عليك اسامي كبيره، اسامي CV كبار. سيبك بقى من جوميز والناس دي، لان جوميز لا مؤاخذه ما تكررليش غلطه الزمالك. اتعرض عليك لعيبه، وفيشر برضو اتعرض عليك، برضو فيشر برضو اللي ليه سيره ذاتيه قويه جدا وسيره ممتازه جدا. رايح تجيب لي واحد مجهول المصدر، يعني تجيب لي واحد معاق ذهنيا في الكوره، لعيبه همها بس فلوسي وكرشي، بس ده اللي همها، اقبض وانكد على الجمهور. هو ده السبب. مجلس اداره، لا انا دلوقتي انزل قرار هخصم لك 25,000 جنيه ولا 100,000 جنيه من اللعيبه. طب هو انت عملت حاجه للعيبه عشان تعاقبهم؟ ده عقاب. ده انا عقاب ان انا ما اديلهمش مرتباتهم بالكامل الموسم ده، عقابا ليهم والله. واللي يغور يغور ويمشي ويمشي. مشكلتك انك انت اساسا مخلي واحد نجم تميزه بطريقه غريبه. يقول لك نجم، امام عاشور نجم ومش نجم، هي الكلمه دي لوحدها اللي ودتك في داهيه. زيزو اللي راح، اللي هو كان في الزمالك في حاجه، ولما راح الاهلي شوف بقى الفرق. وعندي الاحساس فعلا ان هو زيزو رايح الاهلي عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر كاس العالم. وحطها حلقه في ودنك انه زيزو رايح عشان خاطر فلوس بس، مش رايح عشان خاطر انتماء ولا الشغل ده. فليه بقى مجلس اداره هنكمل فساده؟ ولا عرفت تعوض وسام ابو علي اللي مشي وراح نادي كولومبوس الامريكي، ولا عرفت تعوض معلول، ولا عرفت تعوض محمد عبد المنعم، ولا عرفت تعوض اكرم توفيق، ولا عرفت تعوض بدر بنون، ولا عرفت تعوض اليو ديانج اللي هو خلاص كلها ايامه هيمشي، ولا مش هتعرف تعوضه ومشيه ببلاش.
عشان تعرف ان احنا عندنا مجلس اداره عقليته غريبه، عقليته كلها غريبه وقراراته كلها غلط في غلط، ويثبتوا لنا يوميا انها اداره لا تستحق النادي الاهلي ابدا. انتوا السنه دي حاجه، واحد يطلع يقول لك ايه، طب ما انجازات النادي الاهلي. انت شايف السنه دي ازاي؟ بقى سيبك من الانجازات والكلام ده، لان احنا دلوقتي بنركز على الحاضر. خلاص الماضي والمستقبل ده ذكريات. هل بنعرف نعيد الذكريات من اول وجديد؟ لا، مش بايدينا ان احنا نرجع للزمن ورا، ولا نرجع لايام جوزيه ولا ابو تريكه ولا وائل جمعه ولا الحضري ولا الناس دي. ما تعرفش ولا هتعرف، ولا حد مننا هيعرف انك انت تعرف ترجع للزمن، ولا حد بيعرف انه يكون معاه آلة زمنية ان هو يرجع للزمن ورا. عرفت ليه؟ مجلس إدارة كله بخيل في بخيل، ويوم ما يصرف فلوسه يجيب مدرب معاق. يقول لك انا اهو فتحت الكيسة اللي عندي. انت فتحتها على فايدة ولا فايدة؟ مهاجمين اتعرض عليك اعلى كواليتي، لا جايب لي كاموش اعارة برتغالي، لا ما هو اساسا انجولي. جايب لي اوتاكا عشان جايب جون ولا جونين ولا عمل استعراض قدام الاهلي وهو كان مع سيراميكا. كل لاعب لا مؤاخذه، ولا صفقات الكيد. صفقات الكيد اللي هي بتاعت اللي هو اللي بيمشي من الزمالك يروح نادي تاني وتروح تجيبه للاهلي. الله يا خطيب، ولعت فيهم يا خطيب. هي دي لا مؤاخذه ايه؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ مدير التعاقدات بيفكر ازاي؟ انت بتفكر ازاي انك انت بتجيب الصفقات دي؟ ما انا ليه ما ابصش على حاجات تانية؟ وليه ابص على نادي الزمالك؟ يعني اللي هو ايه، استقصده؟ اقول لك لا انا اللي بستقصد الزمالك. مالكش دعوه، شوف انت اللي بتقوي نفسك، مش انا لا مؤاخذه اقعد اغيظ في ده وده. ما ده شغل كيد وشغل قله ادب. ما هو بجد والله حرام اللي انتوا بتعملوه ده. ما هو يا اما انتوا اللي تسيبوها وتدوا اللي يستحقها، يا اما لا مؤاخذه تتقوا ربنا في نفسيكم. انا مش عارف بجد في ايه. مجلس اداره عار، كله عار، لعيبه عار بلا استثناء. النهارده في ماتش النهارده ولا لاعب يستحق شارة النادي الاهلي ولا تيشيرت النادي الاهلي، وما يستحقوش حتى كمان تشجيع الجمهور اللي جالهم. ناس كتيره بتجيلهم سفر، ورانك على كده ان هو في ناس مش هتروح لك ماتش الاهلي والزمالك عشان يشجعوك. هيقول لك انتماء ومش انتماء، وكيان ومش كيان. كيان يستحق للعيبه فعلا عندها دم، عندها روح. شوف لعيبه الزمالك ازاي، شوف مجلس اداره نادي الزمالك ازاي اللي بيعاني وعمال في التقدم. تعادلنا، الزمالك اتعادل قدام انبي، قدامنا فرصه عشان نرجع ننافس على الدوري من جديد. ماشي بمقولة دعونا ننسى الأخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. أنا معلش زلة اللسان والعصبية بتخليني ألخبط لساني بسبب حرقة الدم اللي احنا فيها دي. بجد والله أنا أول مرة لساني والله يتلخبط في الكلام، أو في كلام مش مفهوم هيطلع مني بالغصب، لأن أنا بتعصب بجد يعني. استغفر الله العظيم يا رب. النادي الاهلي لما طبعا هنبدا بالمجريات المباراه، انا والله مش عايز ابدا، والله ما ليا نفس، بس لازم. حراسه المرمى شوبير، دفاع هاني، ياسر، مرعي، كوكا، خط النص ديانج، عطيه، طاهر، تريزيجيه، شريف، زيزو. دلوقتي انت كمدرب عندك عقليه. انا دلوقتي بهاجم، طيب اليو ديانج انت خرجته، غيرت نص الملعب، دلوقتي انت بقى حطيت مين؟ حطيت بن رمضان. ما بن رمضان ضعف لك خط النص، مش انا المفروض اقويه؟ لا انا هعتمد على الهجوم. بن رمضان مهاجم، وسط مهاجم، وبيراميدز سكوادها وقوتها اعلى مننا في الهجوم. يعني مش عارفين انك انت عندك فيستون مايلي، وعندك اللاعب التاني ده اللي هو الاردني الجديد ده. يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ المدرب ده بيفكر ازاي؟ والله بجد احول لهجوم. محسسني قوي ان احنا جبنا جوان اساسا، وكل ماتش يعني الماتش النهارده ده عمالين ضيعنا ولا زي 4 فرص ولا 5 فرص، ولا حتى ممكن انا اعدهم على الصوابع اكتر من 10 كمان. تخيل ازاي انت بتضيع فرص واغرب فرص. اداء هجومي بايظ،
اتجاب فيك جون بغلطه، غلطه دفاعيه واحده بس اتجاب فيك جون، الدنيا اتقلبت. جبت التعادل اوفسايد، لا اغلط مره تانية، تمام، الدفاع يغلط مره الثالثه ويجيب لك ضربه جزاء لبيراميدز. والنهارده دفاع النادي الاهلي ازاي؟ انتوا دماغكوا ازاي؟ انتوا لعيبه، والله ده انتوا لعيبه عرر، لعيبه عالة على كل الناس، انتوا بجد لعيبه، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. وانتوا لعيبه، انتوا ولا تستحقوا النادي الاهلي، ولا تستحقوا حتى تلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، ولا تستحقوا الجمهور اللي بيجي لكم عشان خاطر يدفع فلوس، سواء كان في المواصلات، سواء كان في التشجيع، سواء كان في اليوم كله، ولا يدخلوا زي 600 جنيه ولا 700 جنيه. ده لو كان مسافر اصلا، ولو ما كانش كمان بيجيب وجبات ولا حاجه يعني. ولو تحسبها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، كمان في الظروف الاقتصاديه واللي احنا فيه ده، مش مقدرين انتوا الناس دي خالص، مش مقدرين، ما عندكوش تقدير. لا، هم ياخد فلوسي وخلاص، هم ياخد فلوسي وخلاص. لا انا مركز على ده، فلان ده بياخد اكتر مني، اشمعنى انا اللي ده بياخد وانا النجم السوبر هيرو وانا المفروض اخد اعلى؟ انتوا اساسا المفروض بادئكوا ده ولا حتى ربع جنيه تاخدوه، ولا شيلن ولا باريزه ولا ريال ولا تعريفه، ولا تعريفه حتى. بادئكوا ده ولا تعريفه. تقييم لعيبه النادي الاهلي، وانا اقيم خلاصه الكلام، كلهم صفر. ايوه كلهم صفر، ايوه انا مجنون، كلهم صفر. مفيش حد خالص انا شايفه راجل في الملعب، مفيش حد. اللي عمل اللي عليه لا برضه صفر، مش افترا، فيش غل. اللي بيعمل مجهود، انت عملت حاجه، عملت اسيست، جبت جون، عملت حاجه؟ لا، مفيش الكلام ده. بالدكه، بالاساس، بالمدير الفني، بمجلس الاداره، كلكم صفر بلا استثناء. كلكم هتتحملوا مسؤوليه النتيجه دي، ومجلس الاداره العار هيتحمل المسؤوليه. وبوروني بقى ازاي هنلعب الكونفدراليه. مش بعيد ان احنا كمان نخرج من دور المجموعات بالجيل الفاشل ده. يا شويه لعيبه يا فشله، يا شويه اداره فشله. والله العظيم عار عليكم، وعار على كل واحد في ماتش النهارده ده بالذات. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكو على حرقه الدم.